كده عملنا احلى طبق كشري زي ما انتوا شايفين كده. طبق كشري مصري اصيل. طبعا في العدس وفي الحمص وفي البصل وفي الدقة وفي الصلصة وفي كل حاجة جميلة. وشكله يفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. اقول لكم اتفضلوا معانا. يلا اقول لكم بألف هنا وشفا. لو جربتوه هيعجبكم اوي. الكشري بتاع البيت احلى من كشري المحلات بمراحل. اقول لكم دلوقتي. السلام عليكم. هنا بعمل كشري كده، سلطة مكرونة صغيرة مع مكرونة اسباجيتي، اروح اصفيها. وهنا عملت الصلصة بالثومة والطماطم. كده معايا الحمص اهو نقعاه من 4 ساعات وحطيته يستلق وقرب يستوي. كده معايا الصلصة اللي عاملاها بالثوم والطماطم. وكده معايا رز بقى بشعرية، بس هو كان بايت عندي يعني من امبارح فقلت امشيه. انا بعمل على قد 3 انفار. كده بقى خلصنا الكشري، بس انا ما جبتش الطريقة بتاعته كلها. انا هنا معايا الصلصة بتومة، ومعايا هنا العدس، ومعايا هنا الحمص، ومعايا هنا دقة الشطة بالخل والليمون، ومعايا هنا البصل. طبعا هبدأ من هنا. ان انا كان عندي رز بايت بشعرية ماشي يمشي يعني، فسخنته واستعملته عشان حرام نرمي النعمة يعني. بنصرف حالنا يعني. وسلقت مكرونة صغيرة بتاعت الكشري كده مع مكرونة اسباجيتي، الاتنين مع بعض، بس اهم حاجة يكونوا نوع واحد. ماشي. وعملت الحمص هنا. طبعا كل ما كان بيغلي ويعمل ريم كنت بشطفه واغير المية تاني عشان ميته مش حلوة. هنا بقى عملت الصلصة دي. فص توم عندي كبير، شوحته كده في الزيت حلو، حمرته في الزيت ونزلت عليه بالطماطم ووطيت عليها لما سبكت، وحطيت عليها بابريكا وحبة شطة وحبة كمون وحبة جنزبيل وحبة سكر. ماشي. والملح طبعا. هنا العدس برضه نفس الحكاية، سلقته برضه وغيرت ميته لغاية ما استوى. هنا البصل زي ما انتوا شايفين البصل كده، حمرته في الزيت، كنت رش عليه شوية دقيق صغيرين وشوية نشا صغيرين وطلعوا بالقرمشة والجمال ده. شايفين. هنا بقى اهم حاجة في الكشري كله، دي دقة شطة. بعملها ازاي بقى؟ بكون معايا 3 4 فصوص توم كده ناعمين، وبنزل عليهم بشوية خل حلوين برضو وليمونتين 3. دي أهم حاجة احنا قلنا في الكشري. ماشي. وبعد كده بنزل عليهم بالصلصة اللي أنا عاملاها اللي هي بالثوم، بنزل بمعلقتين عليها كبار، وبنزل بقرن فلفل برضو متقطع حتت صغيرة، وبنزل عليها ببريكا برضو وشوية جنزبيل، وأحلى دقة هتاكلوها. وشطة طبعا. وحاطة حاجة بسيطة خالص من هرسة الشطة. طبعا هنا في الطبق زي ما انتوا شايفين كده حاطة كوباية في النص، وهقول لكم ليه. وحطيت من تحت شوية رز حوالين الكوباية، وبعد كده حطيت شوية المكرونة، وبعد كده هحط بقى العدس. كده زي ما انتوا شايفين كده رصيت الطبق بطريقة حلوة. وكده شلت الكوباية مكان الكوباية فاضي. هحط مكانه ايه بقى؟ هحط مكانه البصل.
زي ما انتوا شايفين كده. والشطة بقى على حسب ما انت عايزة. كده كنا نبقى خلصنا احلى طبق كشري.